ظهر امبارح فيديو او بوست او لقاء صحفي كان بيقول او مهيب عبد الهادي امبارح طلع قال ان نادي الزمالك بيقرب يتعاقد مع لاعب النادي الاهلي في صفقة انتقال حر. اللاعب دوت مين؟ اجنبي. اللاعب ده كولر ركنه. طب احنا هنبص كده لعيبه ولا ركن الفتره الاخيره، يعني هو كان بيلعب قبل كده. طيب احنا نمسك واحد من اجانب الاهلي. علي معلول، لا علي معلول بقى خلاص، يعني الموسم خلص مع الاهلي. من تاني معاك كريستو ما بيلعبش اصلا من ساعه ما جه، بقى كده اصلا بره الحسبه. معاك بيرسيتاو بيلعب، اليو ديانج، ومعاك وسام ابو علي. دول الخمسه بتوع النادي الاهلي الاجانب. تمام. مين بقى هم من الخمسه ده اللي هيتمسك؟ هو اليو ديانج هو اللي قادم لنادي الزمالك. اليو ديانج عقده مع النادي الاهلي بينتهي الموسم ده، هو ومحمد هاني ومعظم لعيبه النادي الاهلي، ومعهم كمان محمد الشناوي. طب هنشوف اللي هيحصل. تعالى نشوف. نادي الزمالك بيحاول يتعاقد معاه عشان هو من اهم مراكز النادي الاهلي في وسط الملعب. الموسم الماضي كان هو بيقدم مواسم ولا اروع، لعب مع النادي الاهلي فيما يقارب ال 150 مباراه، سجل وصنع وكمان شال جوال. ديانج ميزته القوية جدا اللي هو القوة البدنية بتاعته في نص الملعب، مخلياه أسد نص ملعب حقيقي، مش لاعب وخلاص. بيخلي كمان اللعيبة اللي جنبيه بتلعب كأنه صانع ألعاب. إذا كان هو ولا السولية، هما الاتنين دورهم واحد، بيخلوا اللي قدامهم شغالين. تمام. نادي الزمالك هو بيدور دلوقتي حاليا على أهم لاعب في النادي الأهلي، وده هيبقى صفقة الموسم. نادي الزمالك لأن ديانج قوي جدا، ودي اهم حاجه فيه، سرعته كمان، ودي مفتقدها نادي الزمالك في نص الملعب اللي عنده حاليا، متكون من دونجا رؤى، يوسف جعفر، ومهاب ياسر، ومحمد عاطف، وعبد الله السعيد، وناصر ماهر، واحمد حمدي اللي نتمنى له الشفاء. في نادي الزمالك خلاص رسميا كده معاه اهم لاعب في النادي الاهلي. توقع النادي الاهلي هيسكت على الصفقه ولا هيرد بصفقه اقوى؟